فلوليكس عامل حمله ضد التحرش، حمله اظبط او عيب عليك. اول متحرش هيكون معانا ومش هنرحم حد، وزير الاعلام الاخواني طبعا. للاسف هو اول متحرش لانه تحرش ب3 مذيعات لفظيا. اهلا وسهلا. لحد هلا محافظ على ابتسامتك. بس ما تكونش سخنه زيك. للاسف فضحنا في مصر وبره مصر. انا شايف ان المذيعه دي دولتها تمنعك من دخول اراضيها لانك تحرشت لفظيا بالمذيعات بتوعها. تحرش رقم 2. تعالي اقول لك فيه. طب بالذمه مش هي كان ممكن ترد عليك وتقول لك حريه الصحافه دي في او كان ممكن تشتمك او تغلط فيك، لكن للاسف هي ما ردتش. بس انا اللي محيرني حاجه واحده، ايه اللي عندك مصر انك توريه لهم؟ وانا يعني كراجل وبعمل حلقه عنك دلوقتي، هل ممكن توريني نفس اللي كنت بتوريه لهم؟ مش عايز. ويا ترى وريت لي كام واحد قبل كده؟ ده بس اللي احنا شفناه، وما خفي كان اعظم. تحرش رقم 3. لا مش شايفين لا مضمون ولا محتوى. خلاص بقى تعالي وانا اوريكي زي ما قالت زميلتك. يعني اول مره ما كانش قصدك واحنا نيتنا وسخه اصلا، وتاني مره زلت لسان وابن ادم خطاء، لكن القلب عمران بالايمان. طب وتالت مره لو مش قادر تتحكم في رغباتك المكبوته والدفينه، يبقى مكانك مش وزير خالص. ممكن تشتغل بقى مع معد مع باسم يوسف، ممكن اشغلك معايا تطلع لنا افيهات وايحاءات جنسيه نحطها في الحلقات عشان الناس تضحك عليها مش اكتر. لكن انت وزير، وياما وزراء ولادهم مرمطوهم وجابوا لهم الكافيه، انما انت اللي جايب الكلام لنفسك. ورساله لرئاسه الجمهوريه وللرئيس مرسي، لو عايز تكمل فترتك على خير وبتفكر في فتره تانية، ما ينفعش تشغل معاك وزير طلقه كده على الحريم وعمال يغلط فيهم. وهقول لك كلمه اخيره، يا تختار الوزراء ورئيس الوزراء بعنايه، يا توفر لهم الكافور. اخر حاجه، صعب قوي نلوم وزير الاعلام على تصريحاته الجنسيه، لانه اكيد بيقتضي برئيسه واللي هو رئيس الوزراء، اللي صرح وقال ان الستات في بني سويف بتروح الغيط عشان تغتصب، وباين قوي من كلامه انهم مبسوطين بده، ومش عارف فين رد رجاله بني سويف عليه لحد النهارده. وقال كمان ان الست لازم تغسل صدرها عشان ابنها ما يجيلوش اسهال. استنى حلقات جديده من حمله اظبط مع فلوليكس. باسم فؤاد.